فعشان كده قال أنا سيد ولد آدم، وبعدين ولا فخر. يعني السيادة دي مش حاجة افتخر بها. ليه؟ قال فخري بالعبودية وليس فخره بالسيادة، لأن فخره بما ارتضاه له ربه ووصفه به وحققه به، وهو العبودية لله تبارك وتعالى. والإنسان سخر الله عز وجل له الأكوان، كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل شيء في الكون عاليه ودانيه مسخر للإنسان. ليه؟ لأن الإنسان المسخر له الأكوان عابدا لحضرة الرحمن. يبقى معنى العبارة إذا صار الإنسان عابدا ذاتيا لحضرة الرحمن سخر الله له جميع الأكوان. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن دي القرآن يا إخوانا ولا إيه؟ يبقى برضو أعلى منزلة ينالها أي إنسان مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى. عشان كده الجماعة الصالحين أوصونا في حكمهم المتعددة والمتكررة أن احنا نلزم الحتة دي.